يا مساء السعادة، ازيكم حبايبي؟ النهارده الفيديو بتاعنا صغير بس مهم جدا. هنعمل مع بعض شربات او سيرب الكنافة. كلنا بيطلع معانا مش مظبوط، ده سيرب الكنافة او الشربات بطريقة مظبوطة. شايفين؟ مش تقيل ومش خفيف. تابعوا معايا الفيديو هتلاقوا المقادير مظبوطة. هنجيب كده مع بعض حلة وهننزل فيها بمجين سكر. انا هعمل النهارده مقدار مجين سكر، انت عايزه تنصصي نصصي، عايزه تضعفي ضعفي. هنحط المجين سكر واديهم ميه، يبقى سيرب او شربات الكنافه مقدار السكر قد مقدار الميه. هنا معايا في كام تكه كده هنعملهم مع بعض في الفيديو، دي بتخلي معاكي الشربات او السيرب يطلع مظبوط وما يسكرش منك. تمام. انا بحب اعمل كميه كده وبحطها في برطمان في التلاجة. تمام. هنا انا مش بقلبه، هنا لو قلبتيه هيجي على اطراف الحله من جوه وهيسكر معاكي، تطلع النتيجه مش لطيفه. كده سبته على النار حوالي 5 دقايق، بدأ يغلي وحدي. انا ما قلبتوش خالص. هنا السكر لما غلت الميه معايا داب لوحده، ونزلت عليه بعصره ليمونه طبعا من غير بذر. كده اقدر اقلبه براحتي. كده تمام. وبعد حوالي 7 أو 10 دقايق ما قلبته، ادي شكل السيرب. يعني اخدنا في الاول 5 دقايق سخن معايا او غلي، وطبعا انا ما قلبتوش خالص قبل ما السكر يدوب. وبعد عصرة الليمونة وغلي معايا هديت النار حوالي عليه 7 دقايق، وكانت النتيجة الجميلة دي. شايفين لونه؟ وكمان تقله حلو جدا. طبعا كلنا عارفين ان سيرب الكنافة غير البسبوسة غير الحلويات بيختلف من نوع لنوع. انت بقى يلا اعملي كمية، حطيها في برطمانات وحطيها في التلاجة بتقعد معاكي جميلة كده، بتكون جاهزة معاكي. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ويا ريت تدعمونا باللايك وكومنت تشجيعي. بشكركم جدا. وحابة اقول اللي متابعش صفحتي على الفيسبوك يتابعني، وعلى اليوتيوب مطبخ ميري 3 نجوم ميري كيتشن. سلام.